يتجه هؤلاء الشبان في مدينة خانقين إلى العمل في مسابقة مع الزمن لإنهاء حملة تنظيف واسعة في المناطق السياحية والخضراء في خانقين لاستقبال أعياد نوروز. الحملة تشرف عليها إدارة القضاء والدوائر الخدمية التابعة لمحافظة ديالى وحكومة إقليم كردستان، وبمشاركة أكثر من 200 متطوع من نازحي مخيم كرفانات الوند. طبعا بمناسبة أعياد نوروز وبتوجيه من سيد قائم مقام قضاء خانقين محمد ملا حسن وبإشراف الدوائر الخدمية وأنا مدير بيئة خانقين، أشرفنا على حملة كلش كبيرة لتنظيف المناطق السياحية اللي يمكن أن نهيئ أرضية لاستقبال مواطني خانقين بهذه المناسبة السعيدة. وشارك بالحملة طبعا بلدية خانقين وبلدية كردستان وبآليات ومشاركة نازحي كم رقم 1 وكم رقم 2. قمنا بحملة تطوعية أكثر من 200 شخص من مخيم الوند 1 والوند 2، حملة تنظيف واسعة لتنظيف المساحات الخضراء لاستقبال عيد نوروز، أو حتى تكون خانقين أجمل وأنظف إن شاء الله. الحملة ستستمر لمدة يومين، عزم المشاركون فيها على أن تكون خانقين أجمل وأفضل لاستقبال ضيوف المدينة من سواح قادمين من وسط وجنوب العراق، فضلا عن السواح الوافدين من دول الجوار، وسط مطالبات بالتزام السواح بقوانين وقواعد السياحة الموضوعة لهم من قبل الجهات المختصة، فضلا عن المطالبة من المنظمات الإنسانية أن تبذل قصارى جهدها لتوسيع المناطق الخضراء في أطراف المدينة. بالنسبة احنا كشعب زراعة خانقين نتضافر كل جهودنا وبالتنسيق مع منظمات الموجودة في القضاء لغرس الأشجار مصدات الرياح المؤدية إلى سد الوند، ويعتبر السد المنطقة السياحية الوحيدة في القضاء. نتمنى من كل عائلة أن يجي يزور هنا جاي للسياحة أن يحافظ على مكانه، لأن هاي تعرفون نظافة البيئة كلش حلوة. والشباب المشاركين اليوم نازحين وأهالي خانقين وإدارة خانقين وبلدية خانقين هنا نتجمع ننظف المكان لكم، وباكر غير عائلة يجي. اليوم أنا أجي باكر غير عائلة يجون هنا للسياحة. هذا وتخللت الحملة أغاني ودبكات من الفلكلور العربي والكردي عبر فيها المشاركون عن فرحتهم لاستقبال أعياد نوروز في مدينتهم. للقرطاس نيوز، عباس الأركوازي.